يعني في الفترة المقبلة راح تكون هناك تحديات كبيرة. نتحدث عن كأس أفريقيا مثلا، راح نلعبوا في البلد الجار، ربما قد تحدث أمور التي ستضر المنتخب الوطني. نحن في حاجة لوليد صادي مثلا لكي يساند المنتخب الوطني. وش رأيك في هذا الأمر الفريد؟ شاني المغرب بساخط والدي، المغرب عندكم صباح مساء. دار روبيو مكشكش في البلاطو على وليد مصدق. وليد مصدق قرب يسالي الولايه اللي جا اصلا باش يكملها، بدا كيشرع في قوانين جديده. كيفاش انت غادي بحالك وكتشرع قوانين جديده؟ وهاد القوانين هادو كتخدم المصلحه ديالو. علاش؟ باش ما يترشح ضده حتى شي واحد ويترشحها بوحده ويفوز بها. كيفاش انت غادي بحالك وكتشرع قوانين جديده وكتوافق عليها؟ باش عرفتش الرئيس اللي يجي من وراك غادي يوافق على هاد القوانين هاد. يا ودي اللي غيدخل الكاف وينظف الكاف، هذا راه ما سميتوش الفساد، هذا راه سميتو النقعه ديال الفساد. انت ساليتي غادي بحالك وكتشرع قوانين جديده اللي كتخدم المصلحه ديالك باش ما ينافسك حتى شي واحد وترشح بوحدك وتفوز بها. الروبيو قال لهم عنساو هذا بواحد 3 الولايات ما عمر شي واحد يحط رجلو فيها. بهاد القوانين اللي دار عيبقى شادعه هو بوحده، كل عام يترشح بوحده ما ينافسو حتى واحد ويفوز بها. لا الروبيو جايب ضفتار. شنو درتي يا مع والد صادي؟ قال لا الروبيو عجبني يعطيه الصحه. فضحوا على الملأ. خليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. بالحديث عن ترشح وليد صادي وحيدا لخلافة نفسه على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم للعهدة الأولمبية 2025 2029 تحسبا للجمعية الانتخابية التي ستعقد يوم 25 فبراير الجاري، بحسب ما أفاد به هذا البيان، بيان لجنة الانتخابات على الموقع الرسمي للاتحادية. اللجنة يرأسها علي بوعوينة عبد الرحمن وافقت على الترشح الوحيد لوليد صادي وقائمته المكونة من 12 عضوا، من بينهم نائبان للرئيس و5 أعضاء احتياطيين. ما الذي ميز الفترة السابقة لصادي على رأس الاتحادية يا فريد معطوي؟ أبرز المميزات التي ميزت فترة قصيرة نوعا ما التي كان فيها خلفا لجهيز فيزف ووصل العهدة الأولمبية التي انتهت هذا العام. أنت تسألني عن العهدة القادمة، أنا أجيبك على عهدة 2038 2042. لماذا؟ لأن الرجل سوف يعمر في الفيدرالية ثلاث عهدات متتالية، هذا أكيد ومؤكد وفق التغييرات التي أحدثها على القوانين العامة. الرجل سوف يعمر في الفاف ل 12 سنة كاملة، وسوف يكون وحيدا، وسوف يزكى بالإجماع، وسوف ترفع الأيدي، وسوف الكل يقول نعم لكل المشاريع التي سوف يطرحها أمام أعضاء الجمعية العامة، هذا أكيد ومؤكد. هل بسبب ربما بعض القرارات التي صدقت عليها الجمعية العامة مؤخرا؟ كل القرارات وليس بعض القرارات، كل القرارات التي تم المصادقة عليها. بعض القرارات التي تخص كيفية الترشح، شروط الترشح أيضا لرئاسة. ماذا تنتظر من أعضاء جمعية عامة صوتوا ضد أنفسهم، صوتوا على أساس أنه لا يحق لهم أن يترشحوا. أعضاء الجمعية العامة وفق القوانين الجديدة الأغلبية لا يحق لها الترشح لعضوية لرئاسة المكتب التنفيذي للفاف. لذلك لا تنتظر لا مترشحين متعددين في هذا المنصب، ولا تنتظر أيضا أن يكون هناك مترشح من سوف يرفع رأسه لمحاولة دخول معترك انتخابات الفاف. لذلك إذا أردت أن تسألني وأن أجيبك، اسألني عن العهدة 38-42. قبل ذلك هناك مترشح واحد، والتزكية بالإجماع لأعضاء الجمعية العامة إلى أن نصل إلى ذلك التاريخ وتلك السنة. الأكيد أيضا يا عماد أن القوانين التي تم تغييرها في العهدة التي أتمها وليد صادي لعهدة شرف الدين عمارة، من المفروض والكل يتذكر أنه في زمن الوزير خالدي كان يمنع على مختلف مكاتب الفيدراليات أن يغيروا القوانين وهم في نهاية العهدات. حدث ما لم يكن في الحسبان، وتم تغيير القوانين، وتم تعبيد الطريق أمام الرئيس الحالي لكي يخلف نفسه ثم يخلف نفسه ثم يخلف نفسه إلى أن تصل سنة 2038. هذا هو حال الرياضة عموما وكرة القدم على وجه الخصوص.
الخصوص يا عماد. المشاهد لهذه التصريحات ربما لعدم اقتناع ربما البعض بما قدمه وليد صادي في الفترة التي قادها فيها الاتحادية، وهم يقول لك لماذا أنتم سلبيين؟ لماذا لا تساندون الرئيس الحالي مثلا لانتخابه لعهدة جديدة؟ مع أنه يعني في الفترة المقبلة راح تكون هناك تحديات كبيرة. نتحدث عن كأس أفريقيا مثلا، راح نلعبوا في البلد الجار، ربما قد تحدث أمور التي ستضر المنتخب الوطني. نحن في حاجة لوليد صادي مثلا لكي يساند المنتخب الوطني. وش رأيك في هذا الأمر فريد؟ عماد رجاء لا تقاطعني. تفضل. رجاء. عندما تحدثني على الديون، هل هي ديون الاتحادية أم ديون الفرق مع اللاعبين؟ لا نخلط الأمور، والمصطلحات جدا مهمة. أولا عندما نتحدث على الديون، هي ديون الأندية تجاه اللاعبين وليست ديون الفيدرالية، هذا أولا. ثانيا تحدث الكثير عن ديون وصلت إلى 450 دفعتها السلطات العليا من الخزينة العمومية وليس الفاف، هذا ثانيا. ثالثا استمعت إلى الأمين العام للفيدرالية وهو يتحدث على 350 مليار وليس 450 مليار. قال رئيس الأمين العام قال بصريح العبارة هناك 29 نادي يعني خلصناه من الديون، وقال أكثر من 1000 بين لاعب ومدرب كانوا مدانين للفرق وليس للاتحادية، وتحدث على 350 مليار يعني في ظرف وجيز. يعني شوف عماد كيف نتلاعب بالأرقام، وكأن 100 مليار هي 10 دنانير. الكل كان يتحدث على 450، ثم يخرج الأمين العام ويحدثنا على 350 فقط وليس 450، ومر هذا الرقم مرور الكرام على مختلف وسائل الإعلام. هناك فرق شاسع بين 350 مليار و450 مليار. يعني في نهاية المطاف نحن نسرب أرقام ليست للتمحيص وللبحث وللنظر. في نهاية المطاف أولا كمبدأ هذه 350 مليار هي ديون اللاعبين تجاه الأندية وليس الفيدرالية. ثانيا دفعتها السلطات العليا للبلاد وليس الفيدرالية. ثالثا قلتها مرارا وتكرارا وأعيدها للمرة الألف، وأنا مستعد أن أعيدها إلى سنة 2038. يا عماد التخويف ببعبع الفيفا لا علاقة له بالواقع. الفيفا لا تعاقب الفيدراليات لأن اللاعبين مدانين للأندية، تعاقب تلك الأندية ولا تعاقب الكرة الجزائرية. لا تخوفوننا بنفس البعبع الذي كان منذ سنوات. الجزائر سوف تعاقب لأنها لم تلائم القوانين منذ 2017، لأمن القوانين في 2024، يعني بعد 7 سنوات ولم نتعرض إلى أي عقوبة. نفس البعبع أخرجه البعض من الأبواق في مختلف النقاشات وقالوا لنا بأن هذه الفيدرالية خلصتنا من ذلك البعبع، بعبع الفيفا. هذا من حيث الديون. نعود الآن إلى 700 مليار التي حدثوننا عنها أيضا بأنها كانت ديون. يا عماد الشان وكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة هناك لجان مختصة من قبل الوزارة هي التي تشرف على هذين التظاهرتين، والغلافات المالية التي صرفت في هاتين التظاهرتين لا تدخل في التقرير المالي للفاف. وهذا خلط كبير أحدثه بعض الإعلاميين في هذه النقاشات. يعني في نهاية المطاف حتى 700 مليار التي حدثوننا عنها لا علاقة لها بالواقع، باعتبار أن الشان لديها لجنة مختصة يعني منبثقة من وزارة الشباب والرياضة سابقا، وحتى تنظيم كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة التهم مبلغ تابع للجنة التي أشرفت على التظاهرة وهي تابعة لوزارة الشباب والرياضة وليس للفاف يا عماد. طيب أذهب الآن إلى 21 نقطة. أنا علمي يا عماد وأتحدث بالمنطق، سوف أكون مختصر حتى لا أخذ الكثير من الوقت. حدثنا عن النقطة الأولى اعتماد هيكل تنظيمي جديد لإدارة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. هل رأيت هيكل تنظيمي جديد في هذه الاتحادية؟ طيب لنحسب له هذه النقطة يعني اعتبارا. نذهب للنقطة الثانية، اعتماد الأساليب العصرية كالرقمنة والتخطيط والاستشراف.
أين هو الاستشراف؟ أين هو التخطيط؟ يعني هناك مصطلحات أكبر من الواقع. نذهب إلى النقطة الثالثة: العمل على إثراء الأدوات القانونية والتنظيمية الكفيلة باستدراء النقائص. هذا كلام هلامي يا عماد. إذا طالبتك وطالبت من يساند هذا البرنامج، أقول له يعني فصل لي هذه النقطة. سوف لن يذهب في عبارة من جملة يعني فعل فاعل ومفعول به. ليس هناك أي استشراف وليس هناك أي استدراك للنقائص. النقطة الرابعة: الإلمام العاجل بالوضع المالي للاتحادية بالاستعانة بخبراء واعتماد استراتيجية تسويق واستثمار وتنويع. كلام أيضا عام وهلامي ولا علاقة له بالواقع. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة: تخفيض حجم الإنفاق العام للاتحادية وترشيد النفقات. لنحسب هذه النقطة للاتحادية. نقطة ثانية حققها. النقطة السادسة: التعجيل في تأهيل المركز التقني تحسبا للمواعيد القادمة للمنتخب الوطني. هل رأيت أن هناك تأهيل لمركز سيدي موسى في هذا العام والنصف؟ أنا لم أرى ولا شيء. لكن هناك سؤال هنا يطرح: هل في تلك الفترة مركز سيدي موسى ما كانش جاهز باش يستقبل؟ كان جاهز. كانت الأرضيات يا عماد تعاني الويلين. اليوم الكاميرا لا تدخل إلى أرضية مركب سيدي موسى لكي نقف على مدى يعني جاهزية العشب الطبيعي لسيدي موسى الذي حمله البعض للناخب الوطني السابق. أذهب إلى النقطة السابعة: رصد كل الموارد البشرية واللوجستيكية ووضعها تحت تصرف المنتخب الوطني خلال كان كوت ديفوار 2024. يعني إعادة تأهيل بفندق مثل ما قال جمال في بلد أجنبي، هذا يعد للفيدرالية كإنجاز. لو كان هناك فندق في الجزائر لكان هناك استثمار، لأن الفندق سوف يبقى لمختلف المنتخبات الوطنية الجزائرية. في كوت ديفوار سوف يستفيد منه ربما السياح في بواكي وليس الجزائريين. لنحسب هذه النقطة للاتحادية أيضا. ثالث نقطة من أصل 8 نقطات. نذهب إلى النقطة الثامنة: دعم المنتخبات الشبانية من أجل عودتها إلى الواجهة. لاحظنا كيف عادت المنتخبات الشبانية إلى الواجهة بالإقصاءات المتتالية في أقل من 17 سنة وفي 20 سنة. هذه النقطة لا يجب أن نثير ونناقش هذه النقطة لأنها سلبية على طول الخط، خصوصا وأن هذه الفيدرالية عينت المدير الفني في أقل من سنة أقالته، ومختلف الطواقم الفنية التي وضعها على مختلف المنتخبات التي أقصيت مثل ما كانت تقصى من قبل. نذهب إلى النقطة التاسعة: دعم كرة القدم النسوية ومنتخب السيدات ومرافقتها بكل الوسائل. أين هو هذا الدعم؟ أين هو المنتخب النسوي؟ هذه نقطة أيضا لا يجب أن نتحدث عنها لأنها سلبية على طول الخط. لكن في الفترة الأخيرة أصبحنا أنا كي راك تعطي في النقاط راني متأهل المنتخب. تأهلنا. المنتخب النسوي عاد إلى الواجهة فريد في هذه الفترة بالذات. لم يتحدث في النقطة على التأهيل يا عماد. أنا أدقق على المصطلحات. يقول دعم كرة القدم النسوية ومنتخب السيدات ومرافقتها بكل الوسائل. على أي دعم يتحدث يا عماد؟ هل سمعت بأن منتخب النسوي تحصل على دعم غير مسبوق من قبل؟ الناخب الوطني ربما من قبل ما كانش تبرمج تربصات يعني منتظمه للمنتخب الوطني. يا عماد الناخب الوطني الحالي لانه الاتحاد الدولي لكره القدم جاني انفانتينو رئيس الفيفا كان جد يعني أكد كثيرا على نقطة الكرة النسوية. عماد. لذلك ربما لنعطي حق الرجال كل الحقوق التي يجب أن يتمتعون بها، ونحن لسنا مع أي طرف ولسنا ضد أي طرف. من عاد والتفت إلى المنتخب النسوي هو سفيزف بعدما أبعده عمارة. سفيزف هو الذي عاد والتفت إلى المنتخب النسوي وعين ستيتي وجلبهم من فرنسا وأعطى له كل الإمكانيات. هذا في عهد سفيزف. وحتى برنامج فورورد يا عماد كان في ظل في وقت سفيزف الذي أعاد الاعتبار مع الطاقم أو المديرية الفنية بسكري وزهير جلول الذين التفتوا إلى المنتخب النسوي لنقول الحقائق مثل ما هي. أنا لست لا مع سفيزف ولا مع صادي، ولست لا ضد سفيزف ولا ضد صادي. المنتخب النسوي والكرة النسوية أعيد الاعتبار لها في وقت سفيزف يا عماد لنقل الحقيقة.
النقطة العاشرة: بعث كرة القدم المدرسية والجامعية مع إنشاء منتخب وطني مدرسي وجامعي بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة. هل استمعت إلى تكوين منتخب مدرسي وجامعي؟ كانت فيه دورة هناك دورة تأهلنا إلى كان طيب. كان المدارس. طيب. يعني هذه النقطة تم الالتفات إليها، ما كانش في وقت سابق. طيب، لقاء مع الفاعلين في كرة القدم المحلية المحترفة والهاوية والاستماع إليهم. تم إقصاء كل الفاعلين يا عماد بما فيهم أن رؤساء الفيدرالية السابقين الذين منعوا من حضور الجمعية العامة للفار. هذه هي النقطة كانت بالعكس بالإقصاء وليس بفتح نقاش عام مع الفاعلين يا عماد. أنه قام بتكريم بعض الشخصيات الرياضية في الجمعية. ولم يكن هناك إجماع على ذلك التكريم، باعتبار أن المعايير كانت غائبة في التكريم. عندما منحت كأس السوبر لعصاد الكل صمت، لأن عصاد رجل إجماع على أساس أنه يعني فاعل. زيدت على هذا أول فريق اللي دا السوبر كوب. يعطيك الصحة. كانت هناك رائد القبة. رائد القبة أمام اتحاد العاصمة. يعطيك الصحة. يعني هناك معيار جد منطقي في اختيار صالح عصاد الأيقونة في كرة القدم الجزائرية، لكن في التكريم السابق يا عماد غابت المعايير. غاب الأسطورة بلومي، غاب الأسطورة ماجر، غابت الكثير من الأوجه تحدثنا في حينها. غابت عائلة تكريم بطروني وعلي بن شيخ. يا عماد، أنا أحدثك عن المعايير ولا أتوقف عند الأسماء. عندما تحضر المعايير وتدخل هذه الأسماء في تلك المعايير، أنا أرفع القبعة للذين كرموا، لكن أن تغيب المعايير هذا نقاش آخر يا عماد. فتح حوار، ليس هناك أي حوار. تطوير كرة القدم النسوية، ليس هناك تطوير أي كرة قدم نسوية. تطوير سلك الحكام ووضع الحكام في أفضل الظروف والعمل على التكوين الجيد. مجيبة وضع في ظروف جيدة في موريتانيا وطور التحكيم الموريتاني الذي وصل به إلى إدارة نهائي الكان. وتونس مؤخرا التفتت إلى حمودي ووضعته على رأس السلك التحكيمي في تونس. نحن أتينا بتقنية الفار التي زادت الطين بلة في سوء التحكيم ملف شائك، سواء قبل مجيء صادي. هناك دورات لتكوين الحكام يتم. هل تلك الدورات التي كانت في مصر عادت بالإجابة على مستوى التحكيم؟ أبدا. رأينا العجب العجب في التحكيم في عهدة صادي وقبل صادي. التحكيم في عهدة صادي كارثة يا عماد. ملف التحكيم لم يصلح حاله، لذلك لا تدخل هذه النقطة أيضا في 21 نقطة. حل مشكل ديون الفرق على مستوى غرفة فض المنازعات. لم تحل تلك الديون على مستوى فض المنازعات. التفتنا إلى الخزينة العمومية والسلطات العليا للبلاد هي التي دفعت تلك الديون. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. قبل هذا ما تنساوش لايك، خلنا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيتابع المحتوى ديالنا. قبل هذا نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.